كويس بالظبط. فانا ممكن ما الاقيش اللغه العربيه موجوده في الموقع ده. فده اول مشكله هتقابلني، ان انا مش هعرف اتعامل ولا احكي مشكلتي ولا اسمع الحل اللي هيتعرض عليا، ولا حد يفهمني اصلا، ولا حد هيفهمني. طيب بخصوص بقى التعامل اصلا مع العملاء وبالذات المغتربين اللي خارج مصر، تمام. شايف ايه اكتر حاجه قابلتك كغلطات هما بيعملوها في الحجوزات بقى والتذاكر وكل الكلام ده؟ النوع الاولاني ان انا بلجأ لمكتب عن طريق حد من الناس المقيمين معايا في السكن اللي انا مقيم فيه، او حد شغال معايا في نفس الشركه اللي انا شغال فيها، او حد من بعيد رشح لي المكتب ده، فانا بروح له وانا جوايا ثقه من خلال المعلومه او النصيحه اللي اداها لي حد، لا اروح للمكتب ده. طب النصيحه هنا ايه يا باشا؟ اسال في مكتب واثنين وثلاثه قبل ما تروح للمكتب اللي انت رايح. اتنين، اما النهارده حد صاحبي حجز من موقع معين وكانت الدنيا تمام، وصادف وقتها ان الموقع ده كان عارض اسعار تذاكر في بدايه عرض الرحله دي، وكانت الاسعار عليها رخيصه، فيجي يديني نصيحه يقول لك يا باشا احجز من الايه، من الموقع ده انا حاجز منه وكانت ظروفه وجواباته ودفعته والتذكره رخيصه والكلام ده كله. تتفاجئ انت وانت بتحجز ان التذاكر الموقع ده عارضها دلوقتي غاليه، وانت حجزت خلاص ودفعت. طب عشان تعمل سياسه استرداد من عندهم او ايا كان، رقم واحد بتقابلك مشكلتين. المشكله الاولى، الموقع ده اللي انا حجزت منه هل عنده خدمه بتديني ان حد يكلمني باللغه العربي؟ وخصوصا ان معظم المغتربين اللي موجودين في دول الخليج من اصحاب المهن الحرفيه اللي ما بيعرفش يتكلم انجليزي كويس. بالظبط. فانا ممكن ما الاقيش اللغه العربيه موجوده في الموقع ده. فده اول مشكله هتقابلني، ان انا مش هعرف اتعامل ولا احكي مشكلتي ولا اسمع الحل اللي هيتعرض عليا، ولا حد يفهمني اصلا، ولا حد هيفهمني.